السلام عليكم ورحمة الله. تزوج رجل من البدو فتاة من قبيلته ذات حسن وأدب وأخلاق ودين، ومضى عام على زواجه، ونشبت بينه وبين أحد أبناء عمه مشاكل فقتله، ورحل مع زوجته بعيدا عن القرية كما تقضيه الأعراف القبلية، وتوجه إلى ديار قبيلة ثانية. وكان صاحبنا دائما الجلوس عند الشيخ في مجلسه مثل رجال القبيلة للسمر وتدارس مختلف الأمور. وفي أحد الأيام مر الشيخ من أمام بيت صاحبنا وشاهد زوجته فسحر بجمالها واستولت على قلبه وعقله، وخطرت له فكرة شيطانية، وهي أن يبعد الزوج عن البيت لينفرد بالزوجة ويقضي منها وطرا. فعاد إلى مجلسه وكان عامرا بالرجال ومن بينهم صاحبنا، فقال: يا ربعي، علمت إنه الديرة الفلانية فيها عرس ما مثله، وأريد أن أرسل إليها 4 رجال، واختار 4 من الرجال ومن بينهم زوج المرأة الجميلة. فسار 4 بكل طيب خاطر، والمكان الذي ذكره يستغرق 3 أيام. ذهب الفرسان وراحوا إلى هناك، وعندما أرخى الليل سدوا له وانتظر إلى أن تنام الناس، سار إلى بيت جيرانه حيث لم يكن فيه سوى المرأة وحيدة، وكانت نائمة. وقبل أن يصل ارتطام في العمود وإحداث صوتا مرعبا لها، أفاقت المرأة على الصوت، صاحت: من في البيت؟ الشيخ أنا فلان، شيخ العرب اللي أنتم نازلين عنده. البدوية: حياك الله، وماذا تريد يا شيخ العرب في مثل هذا الوقت؟ الشيخ: أذهلني جمالك عندما رأيتك، وسلبت عقلي وقلبي مني، وأريد قربك ووصالك. البدوية: لا مانع عندي، بشرط عندي لغز إذا حليت أكون كما تريد. الشيخ: اشرطي وتشرطي، وجميع شروطك مجابة. البدوية: حتى لا يجيف اللحم أي يتحول إلى جيفة، يرشون عليه الملح، فمن يصلح الملح إذا الملح فسد، ولك أن تستعين بمن تريد، فإذا جئتني بالحل صرت لك كما تريد. الشيخ: أنصفت وسآتيك بالحل في الليلة القادمة. ذهب الشيخ إلى بيته بخفي وأمضى ليلة يفكر بحل اللغز ولم يصل إلى نتيجة. وثاني يوم وكانوا الرجال جالسين في مجلسه، سأل الشيخ الجالسين وبصورة مفاجئة حتى لا يجيف اللحم: يرشون عليه الملح، من يصلح الملح إذا الملح فسد. وكل من في الحضور حاول الرد على قدر فهمه وعلمه، فلم يقتنع الشيخ برأي واحد منهم، وكان أحد الرجال المحنكين الدهاء أصحاب الفطنة والحكمة والعلم والأدب والدين موجودا في المجلس، لكنه لم يقل شيئا، وانصرف جميع من في المجلس. وإن
لم يخب ظني فإنك راودت امرأة عالية المقام في الذكاء والعلم والدين والأدب عن نفسها، فأرادت أن تصدك ولا تفضحك وأن تكسبك كأخ لها ولا تخسرك وتزيد إلى أعداء أهلها عدوا بحجمك ومقامك، وتحفظ بعلها إن غاب وإن حضر. وقد قالت لك ما قالت، وكأنها تريد أن تقول لك ولمن سمعك: يا رجال العرب يا ملح البلاد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فهي تقصد أن الرجل من القبيلة إذا فسد أصلحه شيخ القبيلة، كما يصلح الملح اللحم، فمن يصلح الشيخ إذا الشيخ فسد. وكأن هذه الإجابة أيقظت ضميره النائم وقلبه الهائم وعقله الظالم، وأصابه بالخجل الشديد مما فعله، وملاه الندم على ما كان منه من المكائد والمسافت. وقال: أصابت كبد الحقيقة أيها المبجل، فاستر علي زلتي سترك الله في الدنيا والآخرة.